السوبر المصري البطولة المفضلة للزمالك والأهلي. داخل معانا اتنين على الخط، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. وطبعا الأربع فرق دول متأهلين لمكسبهم للبطولات اللي بتأهل للسوبر المصري، زي الأهلي بطل الدوري، وزي بيراميدز بطل الكاس، وسيراميكا كليوباترا بطل كاس الرابطة. لكن الزمالك هو الوحيد اللي ما كسبش حاجة السنة دي. بس اترشح ازاي؟ اترشح بالكارت الذهبي اللي هداهوله طبعا اتحاد الكوره، لان هو من افضل الانديه المصريه ويستحق يبقى موجود في السوبر المصري. الاهلي داخل البطوله دي بغرض مصالحه الجماهير بسبب ماتش السوبر الافريقي لما لعب مع الزمالك وقدموا اداء مش اللي هو، كانت اللعيبه مستواها سيء جدا. انما الزمالك بقى داخل يعزز بطولاته ويزود البطوله المفضله ليه ويحط بطوله في الدولاب. ولسه لحد دلوقتي لعيبه الزمالك فايقه وعندها دافع المكسب وعندها دافع ارضاء الجماهير بسبب الفتره اللي فاتت. انما بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بقى داخلين بدافع ان هم يجيبوا بطوله كمان، يبقى عندهم بطولتين في سنه واحده، لان دي اول مره تحصل في تاريخ النادي ان النادي يكسب بطولتين في سنه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان البطوله هتتنظم في الامارات يوم 20 اكتوبر، وطبعا هيبقى في منافسه كبيره جدا من الزمالك وبيراميدز في اول مباراه، واللي هيكسب هيوصل نهائي. ويا سلام بقى لو الزمالك اخذ البطوله يبقى حقق بطولتين في اقل من شهر. وان الاهلي اللي حقق البطوله دي هتبقى بطوله مصالحه الجماهير. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك واشتراك في القناه عشان نكبر بيكم. سلام.